السلام عليكم. النهارده باذن الله هنعمل الترمس الحلو او الترمس السريع بطريقه سهله جدا، وازاي تحافظي عليه اطول فتره ممكنه، وازاي تسويه في دقيقه واحده، وازاي تظبطي الملح بتاعه من غير ما تحضري في ميه وفي ملح وتحطي في طبق كبير وتقعدي تحطي في ملح وفي ميه وتبقي مش عارفه كميه الملح قد ايه ولا كميه الميه قد ايه. عايزه اقول لك الطريقه دي عملتها معاكم السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، بقالها 3 سنين عاملاها على اليوتيوب. الافات مؤلفه جربت الطريقه ونجحت معاهم بفضل الله. امشي على الخطوات بالظبط ان شاء الله الطريقه تعجبك. لو وقفت معاكي اي حاجه في الترمس اكتبي لي تعليق، انا مفيش تعليق بامر الله ما بردش عليه. اسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو، بس ما تنسوش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو عجبك الفيديو. نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا بقى. معلش بقى انا متاسفه قوي على التقديمه اللي هي الطويله سنه دي اللي انتم مش متعودين عليها مني. اول حاجه انا جبت هنا نص كيلو ترمس. انا اتعمدت اوريكم ان انا جايباها من فتح الله سايب، مش ماركه معينه، مش ماركه فلان ولا ماركه علان ولا الكلام ده، لان انا سالت كتير انت الترمس بتاعك بيطلع معاكي بالجوده دي عشان خاطر انت بتجيبي نوع معين فهو غالي، فهو الجوده بتاعته كويسه فبيطلع معاكي كويس. انا بجيب من اي مكان الترمس ده بشرط واحد، ان المكان ده يكون عليه سحب كبير. لو انت في مكان فيه عطار كبير والناس رايحه جايه عليه هاتي من عنده. لو انت جنبك اي فرع من فروع فتح الله هاتي من عنده. ايا كان المكان المهم يكون عليه سحب، ما يكونش حاجه قديمه عنده من السنه اللي فاتت او من السنه اللي قبلها، لان في محلات يعني ربنا يوسع رزق الجميع الحاجه بتتركن عندهم. وبعد كده نقيت الترمس كويس قوي قوي قوي. وبعد كده غسلته وحطيته في طبق كبير وحطيته بالميه. لازم يتغطى بالميه لانه حجمه هيزيد. الحبه اللي انتوا شفتوهم في اول فيديو دول هم دول نص كيلو ترمس، فعملوا معانا برطمانين، فالترمس بيرمي معانا كميه. وهسيبه يا اما من بالليل للصبح يا اما من الصبح بالليل، يعني 8 ساعات 10 ساعات. يفضل يا جماعه الخطوه دي لان بيشيل اي مسموم منه. ده هنا وده انا كده جبته بعد بعد ما ما سبته ليله اتنقع كامله. ليله كامله زي ما انتوا شايفين كده، من الصبح بالليل او من بالليل للصبح مش هتفرق كتير. تمام، بصوا شكله اتضاعف جدا. تمام اهو. حاول بس اقرب لكم الصوره شويه. في المرحله دي هنعمل ايه؟ هغسله. لو حابه الكلام ده بالنسبه للترمس الحلو، لو حابه تغيري له مره او حاجه مفيش مشكله، ما غيرتلوش خالص مفيش مشكله. هاخده تحت الحنفيه هغسله واصفيه من الميه ونرجع مع بعض. غسلناها تحت الميه، تمام، ميه من الحنفيه عادي خالص. وهجيب الحله اللي هسويه فيها واحطهم فيها كده بالشكل ده. وهجيب الميه. مهم قوي اغطيه بالميه كويس في الوقت ده. لو لقيت اي حاجه كده برده مش عجباني هشيلها، وارد يكون حاجه ما شفناهاش او ظهرت بعد ما اتنقعت، دي كده ممكن تكون النقطه دي انا ما شفتهاش فهنشيلها. وزي ما قلنا لازم يتنقع بميه كتير عشان هو كمان برده هيزيد في السوا تاني. نقول بسم الله كده. شايفين الميه دلوقتي فين؟ هي دوبك هنا، يا دوبك غطيته، فانا هجيب ميه كمان. وادي ميه كمان للناس اللي بتبقى عايزه تعرف حاجه بالمقادير قوي. انا نقعتهم الاول في 2 لتر ميه من دي كده 2 لتر يعني، وكمان دلوقتي حطيت لهم تقريبا برضو 2 لتر. فهحطهم على النار. حطينا الترمس على النار وهنستنى بقى لما تغلي الميه وهنشوف هنسويه ازاي ان شاء الله. زي ما اتفقنا هي لمده دقيقه واحده وهنشوفها مع بعض ازاي. هنا الترمس بيغلي اهو، ولو لقينا اي حاجه هنا على الوش كده هنبتدي نشيلها بالراحه خالص كده اهي، بمنتهى السهوله بتتشال معانا اهي. طب وقت السوا قد ايه؟ زي ما اتفقنا وقت السوا دقيقه واحده. يعني ايه دقيقه واحده؟ يعني اول ما يغلي زي ما انت شايفه كده هسيبه دقيقه، ممكن دقيقتين ممكن 3 زي ما انت عايزه، ما فرقتش كتير، دقيقه من 2 من 3. طب وبعد كده هطفي عليه النار، تعدي الدقيقه ونطفي عليه النار ونشوف هنكمل ازاي. عدت الدقيقه تمام، وشلنا اي رواسب كده على الوش ملهاش اي لازمه. في الوقت ده لو لقيت اي ترمسه كده برده مش حلوه بتشيليها. طيب هعمل ايه؟ هطفي النار وهغطي وهسيبه متغطي لحد ما يبرد تماما. طب هو كده هيستوي؟ انا عايزه اقول لكم الافات مؤلفه جربوا الطريقه دي ونجحت معاهم، وما زلت لحد الان بتسال هي الدقيقه او الدقيقتين او الثلاثه دول بيسووا الترمس؟ بيسووه جدا وبيخلوه زي العسل، مش مهري، طعمه يعني احلى ترمس ممكن تاكليه. هنرجع تاني بعد ما نغطيه ونسيبه يبرد تماما. كده سبت الترمس لحد ما الميه بتاعته بردت تماما.
وشطفته تحت الحنفيه، وده كده شكله في الوقت ده. تمام، شكله اتضاعف وبقى شكله تحفه. وفي الوقت ده انا سخنت ميه وسبتها تبرد، ميه عادي من الحنفيه. لو عندك فلتر مش ضروري الخطوه دي، بتستخدمي ميه من الفلتر. هصفي بقى الترمس، شطفته كمان مره. وده كده هنبدا في الخطوه اللي بعد منها. هجيب البرطمان اللي انا هحط فيه. لو انت عامله كميه كبيره قوي قسميهم على كذا برطمان، عشان خاطر تمنعي خالص فكره ان ممكن يبقى فيه الريم الابيض ده اكتر من حد بياخد. حد بياخد بايده، حد بياخد بمعلقه. فمنعا للموضوع ده انت بتحطي في كذا برطمان. ده لو انت عامله كميه كبيره مثلا بيت عيله او حاجه زي كده. هنحط بقى الترمس هنا. بسم الله. حطيتهم بقى في البرطمانات، ازاز او بلاستيك مش هتفرق كتير، بس طبعا لو ازاز هيبقى احسن. هنيجي عند طريقه التمليح. هنجيب الميه وهنوزن او هنشوفها هتاخد معانا قد ايه. هنقول بسم الله. ادي كده كوبايه، ادي كده 2، ادي كده 3، نقول مثلا 3 وربع. وهنشوف الجنب منها برضو هتاخد قد ايه. 1، ادي التانية بس تقريبا مش هتاخدها كلها. هنقول مثلا تاخد 1.5 كوباية. الملح هنحطه قد ايه؟ هنا حطينا 3.5 كوبايات، وهنا حطينا 1.5 كوباية. يبقى هنا من المعلقه دي هحط 3.5 معالق ملح، وهنا هحط 1.5 معلقة ملح. يعني الكوبايه من دي هتاخد معلقه من دي ملح، ايا كان الكميه اللي هتعمليها. لو بتحب الحاجه ملحها مظبوط هتبقى معلقه ممسوحه من دي. بتحب الحاجه حادقه سنه بتزودي شويه، بتحبيها عادبه سنه بتقللي الملح شويه. بس لو قللت الملح لازم يتحط في التلاجة، لان الملح ماده حافظه ليها. هنحط هنا ال3 معالق الممسوحين ونص من الملح. دي 1، 2، 3، وادي النص. وهنا هحط 1.5 معلقة. عشان ما تحتاريش برضو هرجع اقول لك تاني، الكوبايه من دي بتاخد معلقه ملح. ان شاء الله لو عامله 10 كيلو ترمس، الكميه اللي قدامك دي من نص كيلو ترمس. تمام. وهنغطي واحد منهم دلوقتي كده واوريكي اهو كده. او على فكره هو دلوقتي جاهز للاكل. تمام. وهديله تقليبه لحد بس ما الملح يلف يمين وشمال كده في الخليط كده. كده جاهز للاكل. طبعا كل ما هتسيبيه شويه كل ما هيشرب من الملح بتاعه. تمام. وادي البرطمان التاني برضو بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا فيديو الترمس. لو عايزه تحافظي عليه اطول فتره ممكنه هتحافظي عليه ازاي؟ زي ما قلت لك، لو عامله كميه كبيره هتقسميها البرطمانات زي ما انا عامله كده. طيب مش عامله كميه كبيره وعايزه برضو، لو عندي كميه صغيره وبتطول عندي مش باكلها كتير وخايفه تعمل ريم ابيض من فوق او يبوظ او يغير ريحه او يغير طعم الكلام ده كله، اول شرط لازم لما تيجي تاخدي منه تاخدي بمعلقه ناشفه. يعني ايه بمعلقه ناشفه؟ عشان السؤال ده انا سالته وبصراحه استغربت يعني السؤال. معلقه ناشفه يعني معلقه ما تكونش فيها ميه مكان حاجه او يكون مكان حاجه. بتاخدي منها وبتقفلي البرطمان وخلاص على كده. ما بتاخديش بايدك، ما بتاخديش باي حاجه مكانها حاجه تانية. دي نقطه. النقطه التانية، لو المكان اللي انت عايشه فيه حر بتاخدي من الترمس وترجعي تحطيه في التلاجة تاني، لان الحر برضو بيغير من الحاجه خصوصا لو هتقعد. تمام كده. لو عندك اي سؤال قولوا لي تحت في التعليقات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.